سمعوا. الجزائر عم بتعيد رسم خريطتها الاقتصادية بالعودة إلى باطن الأرض الصلبة، وتتوجه نحو سلاح العالم الجديد، الغذاء والمعادن. هناك وفي قلب الصحراء اخوان، ما تنساوش القلوبه اللي عنده شي قلب اشتراك وتكباسوا البارطاج، الله يحفظكم، تكباسوا البارطاج والاشتراك في القلب. كتبت معجزة هندسية، خط سكة حديد بطول 1000 كيلومتر شيد في 18 شهر فقط. 1000 كيلومتر في 18 شهر. 1000 كيلومتر في 18 شهر. يا ابن عمي، وحنا يا ابن عمي 50,000 دار، 50,000 دار في الحوز ما قدروش انهم يبنيوها في ظرف 3 سنوات دابا حاليا. سمعوا. مهمته هي نقل جبال من الحديد الخام من غار جبيلات إلى بشار لأول مرة منذ الاستقلال، معلنا ميلاد قطب للحديد والصلب ينافس كبار العالم. وبالموازاة تتحرك قاطرة أخرى نحو بلاد الحبة، حيث الرهان على الفوسفات والأسمدة. يا ابن عمي، اش غيشيطك يا محمد السادس الغبار؟ الشهاده الغبره اللي غتشيطك يا محمد السادس، داكشي اللي صورناه حنا وراك يا محمد السادس غتصورو انت مع الجزائر. داكشي اللي صورتو انا وصورو هاد المغاربه كاملين دابا اللي حارقين في اوروبا غادي تصوروه نتوما مورا الجزائر. حنا ما صورنا موراكم غير الشعر، والو، لا خدمه لا صحه لا تعليم لا والو. جنونية في الإنتاج من 2 مليون إلى 10.5 مليون طن سنويا، مما يجعل الجزائر رقما صعبا في أمن الغذاء العالمي. بهذين المشروعين تطمح الجزائر بإضافة كتلة نقدية بالعملة الصعبة بتتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا. يا رب العالمين، قاعده ولد احمد قاعده. المغربي حال ما عاد الجزائر زبون سنقريحة. والله يا امك ما تشط لك غير الفلوكه. تعرف الفلوكه شنو هي؟ الفلوكه اللي غتشط لك، الفلوكه اللي غتشط لك غتركب عليها، تبيع داكشي اللي قدامك وداكشي اللي وراك وتركب في الفلوكه وتهرب. هادشي هو اللي غيشط لك العياش، ما غيشط لك والو. وانا متاكد مليون في المية خارج قطاع المحروقات. أما المدهش في يا صاحبي نسبة أمراض السرطان كبيرة في بئر العذراء. شوف صديقي، السرطان عنده دواء. المشكلة ديالك هو يكون السرطان كيحكمك. ملي كيكون السرطان كيحكمك هذا هنا كاين المشكل. بحال دابا حنايا عندنا سرطان كيحكمنا، السرطان اللي كيحكمنا هو اللي خرج على البلاد. في الريف عندنا السرطان، ناضوا أبناء الشعب كيطالبوا بمستشفيات ديال السرطان، وناض السرطان الحقيقي دفنهم في السجون شي 20 عام، شي 15 عام، شي 10 سنين، شي 8 سنين، شي 4 سنين، كل واحد شحال عطاه. هذا هو السرطان الحقيقي، هذا هو السرطان الحقيقي. الموضوع هو أنه كل هذا يبنى بصفر مديونية خارجية. من حقك اخويا كجزائري، من حقك. قلتي لي راه السرطان عندكم في ديك المنطقه ما عرفتش ديك السميه قلتي، من حقك طالب مستشفى. الا ما عندكش مستشفى السرطان من حقك طالب مستشفى السرطان. انا ماشي ضدك، انا ضد النظام العلوي. انا بغيت النظام العلوي يدير شي حركه، انا بغيت النظام العلوي يدير شي حركه. راه دائما كنقولها في اللايفات ديالي، دائما كنقولها باللايفات ديالي، كنقول لهم اهل مكه ادرى بشعابها. الشعب الجزائري هو كيعرف شنو اللي كيضرو وشنو اللي كينفعو. انا لا يمكن انني نتدخل في شي حاجه كتعني الشعب الجزائري. البوصلة مضبوطة بدقة. هذه قناه عالميه بن عمي، هذه قناه عالميه عربيه، باش تعرفوا على اننا حنا راه ما كنتكلموش عن فراغ يا بن عمي. توفي أمس لا، ما كنتكلموش عن فراغ. هما بناو كيف ما قلت لكم قبيلات سكه حديديه في سنه ونص. اسمع شنو قعدنا حنا في المغرب، اسمع. رجل من دوار العرب بجماعة تسني بعد وجد داخل خيمة بلاستيكية ظل يقطنها منذ زلزال شتنبر 2023، فيما نقلت جثته إلى مراكش للتشريح. وجاءت الحادثة مات في خيمه، مات في خيمه.
مات في خيمة في المروك. مات في الخيمة. مغربي يموت في خيمة في المروك في الزريبة ديال 12 قرن، في الزريبة ديال 12 قرن. صبروا الإخوان نحط لكم فين مات هذا المغربي. صبروا الإخوان معايا. ها هو الإخوان، مغربي يموت في خيمة. مغربي مات في خيمة. اسمع. في وقت شرعت فيه السلطات في إزالة ما تبقى من الخيام ترك عددا من الأسر دون مأوى. تصور معايا على أن الدولة ديالنا اشنو دارت. شنو دارت؟ شوفوا الدكاترة عندنا شنو داروا، شوفوا المفكرين ديالنا، شوفوا الفلاسفة ديالنا شنو داروا. الناس كيحيدوهم من الخيام، يقول لهم خرجوا من الخيام ونعسوا في الشارع، ما غنبنيوش ليكم، موت بالبرد ماشي مشكل. خاصة غير المستفيدة من دعم إعادة الإعمار. وقد عبر السكان عن استيائهم من بطء معالجة الملفات، مؤكدين استمرار معاناة المتضررين بعد أكثر من 2 على الزلزال. توفي دابا أمس المشكل على أن الدولة ديالنا تهتم بالملاعب، تهتم بالملاعب ابن عمي. ولا الشعب المغربي كيخرجوه من الخيام، يخرجوه من الخيمه ويحطوه برا، ممنوع دير الخيمه باش ما تشوش بينا قدام العالم، قدام الجزائريين. هذا هو المقصود والعالم. خاص الجزائر ما تضحكش عليهم، خاص غير الجزائريين ما يضحكوش عليهم. تصور معايا وفاة مواطن مغربي في البرد في دولة ديال 12 قرن، وفي دولة كتدعي بأنها تطورات وبأنها هربات. ومني كتجي كتشوف سلام الله عليك الدكاترة المغاربة شنو كيقولوا، بعيدا على هاد الاحداث ديال الموت والناس اللي كيموتوا والناس اللي والنساء اللي ولاو كيعطوها في الشوارع دابا حاليا، كتدخل وكتسمع دكاتره مغاربه شنو كيقولوا. تسمع الدكاتره المغاربه اجي تسمعهم وكانهم يعيشون في دوله المانيا اولا فرنسا اولا لوكسمبورغ اولا سويسرا. الدكاتره المغاربه اولا المدافعين عن النظام الملكي ما راهمش معنا في ارض الواقع. سمعوا الاخوان، سمعوا. في سرية تامة. موقع مغربي يسرب الخبر. الجلال صاحب جلالة الملك محمد السادس أعطى الضوء الأخضر وأشر على طرد البوليزاريو من. تصور استخفاف العقول ديال المغاربه، العقول ديال المغاربه. هو بنادم كيموت عندنا في الحوز، عندنا مشاكل داخليه في بلادنا. خرج هذا السيد قال لك بانه الملك محمد السادس يعطي الاوامر بطرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي. واش صاحبي، واش هذا منطق كتكلم به ولا شنو؟ واش كتزعم انت محمد السادس كيحكم في الاتحاد الافريقي؟ واش انت واش انت فولا فيك ديفو صاحبي؟ علاش صاحبي على من كتضحكوا صاحبي؟ راه الملك ليس الا عضو في الاتحاد الافريقي، واحد العضو من عشرات ديال الناس اللي كاين في الاتحاد الافريقي. واش انت تخرج البوليزاريو من الاتحاد الافريقي؟ واش كتضحكوا على البشر ولا كتستخفوا بالعقول ديال البشر؟ قال لك الملك عطى الاوامر ديالو، كيسعب هو وكيسعب راسو واش جالس في خميس الزمامره. عطى الاوامر ديالو باعتقال هذا السيد، عطى الاوامر ديالو باطلاق سراح هذا الشمكار، عطى الاوامر ديالو باطلاق سراح البزنازه. لا 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 لا، ما راكش في زريبه صاحبي. راه ملي كتخرج النطاق الحدود ديالك كتحترم الحدود ديالك، كتكلم ابن عمي كتحترم الحدود ديالك. حنا الناس عندنا كيموتوا انت كتكلم على ان الملك عطى الاوامر ديالو. اسمع، الاتحاد الافريقي غادي نوقفوا عند هذا ونزيدكم الاخوان على انه البوليزاريو اقدم من المغرب في الاتحاد الافريقي. البوليزاريو عضو من 1980 ولا 80 ولا جاك التخربيقه هذيك، اقدم من المغرب. المغرب التحق في 2017 واعترف بالبوليزاريو بانها دوله. اسمع، خبر غادي نديروا فيه قراءه، ثم غادي نشوفوا كذلك اشنا هي الحجج والاثباتات واللي غادا توقف عليها الدبلوماسيه المغربيه باش انها تطرد هذا الكيان اللقيط. في نفس الوقت شوفوا المستوى ديال الدكاتره ديالك. الكيان اللقيط هو اللي كيخلي الشعب المغربي كيموت بالبرد. الكيان اللقيط هو اللي كيتكرفص على الشعب المغربي مفقر مسكين. شوف غادي نشوفوا خبر اخر واللي يشكل ماده دسمه ضروري تبون عاوتاني واش قريحه عند الدكاتره المغاربه. اسمع، في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الصحافه الالكترونيه والمكتوبه. يتعلق الامر بافتتاح قنصليه موريتانيه
بالعيون المغربية. نعم. افتتاح قنصلية موريتانيا في العيون. شوف صاحبي، شوف صاحبي كيفاش كيضحكوا على الشعب المغربي يا صاحبي. يا اسفا على هذا الشعب هذا، وعلى الدكاتره وعلى النظام الملكي على من معول. شوف اسمع. العيون المغربية. غادي نوقفوا عند هذا الخبر، بطبيعة الحال غادي نديروا فيه قراءة وغادي نشوفوا اشنا هي الابعاد والدلالة ديالو في هذا الوقت تصوروا معايا دابا هذا راه النظام الملكي كيعتمد عليه يا صاحبي. تصور معايا السيد، هذا السيد دابا اللي كيتكلم راه طايق في راسو، كيتكلم بواحد الطيقه في راسو ما كتصورش يا صاحبي. انسان يتكلم بواقعيه، كيسعب راسو واش انه كيتكلم كيقول شي حاجه، كيسعب راسو واش انه كيقول شي حاجه، كيقول بانه يتم افتتاح. واش انت تسعب القنصليه تخربيق ولا واش؟ اجو نفتح قنصليه صاحبي. يا الرب العالي، يا على الشعب كيفاش داير، يا الشعب كيفاش كيفكر صاحبي. صراحه انا باقا ما عرفتش كيفاش كيخمم هذا الشعب هذا. صبروا عليا الاخوان، غنوريكم الاخوان بعض الفيديوهات من الدوله. ما عرفتش غنلقاه ولا ما غنلقاش، خصني نقلب في اسرع وقت. هكاك نقلب على شي فيديوهات. اجيو الاخوان تشوفوا المقارنه بينكم وبين دوله اخرى ليست الجزائر، دوله اخرى ما عندها علاقه حتى بشي جزائر. شوفوا الاخوان تركيا، هذه بعد ان تضرر بيوتهم بسبب الزلزال، تركيا تعيد بناء بيوت القرويين واراضيهم. شوف الاخوان كيفاش غيردوا المدينه. شوف 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 يا جدك، شوف يا جدك، شوف يا جدك، شوف العياشي المبردع. شوف تركيا كيفاش ردت بلادها. شوف بعد الزلزال مباشرة. شوف 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 بيوت قرويين. شوف زيد، هذا راه قناة تركية، هذا ماشي قناة ديال موزمبيق ولا ديال شي دولة أخرى. زيد ها شوف هكذا بعد عامين فقط من الزلزال مدينة أديامان التركية التي دمرها الزلزال. شوفوا المدينة كيفاش ولات، شوفوا المدينة كيفاش ولات يدمرها الزلزال. شوف الحالة يا المغربي، ولات احسن من الدار البيضاء، احسن من الرباط، احسن من الرباط ديالكم. شوف الأماكن ديال القرب، شتيها الملاعب ديال القرب كيسموهم، ولا الأماكن في كيلعبوا الدراري الأطفال الصغار. شوف الدور كيفاش دايرين. شوف يا جدك، شوف الدور كيفاش دايرين. شوف ابن عمي، شوف هاد البلاصه كلها ضربات الزنزانه في تركيا. شوفوا الناس فين مشاو ابن عمي. هربوا عليك 200,000 سنه باش هربوا عليك هاد الشعب هذا ولا هذا النظام التركي. شوف هذه تركيا ابن عمي. تركيا ضربات الزنزان في نفس الوقت. خير من الرباط يا صاحبي، خير من الرباط، خير من كازا، خير من كاع المدن المغربيه يا صاحبي. واش صاحبي كنت شحال اكثر من هكا صاحبي؟ شوف غا هادي في المغرب ما تشوفهاش، في المدن الجديده ما تشوفهاش ابن عمي. كنتي في المغرب وليدي كنمشي مع الوالده، كنت باقا صغير، كديني مسكينه كتخلص عليا درهم باش كندخل كنلعب. وإلا زلقتي يا ابن عمي ما كاينش هادشي، ما كاينش، كاينه واحد الزعلوله هكا. وإلا زلقتي يا وليدي وجيتي على راسك هنايا غايديو ياكلوا عليك كسكسو. صافي مشيتي تفنيتي، الله يعاونك. خاصك ترد البال مع راسك، ما تجيب راسك في الارض، لانه كاين غير الجراف هنايا، كاين غير التراب ابن عمي. الحجر قدا شنو هو، كل حجره يا حجره تجي على راسك بلاق. ما كنعرفش هادشي شنو هو، كاع ما كناش كنعرفوها. شوف هما داروا لهم الاماكن ديال باش فين يلعبوا الاطفال، مساحات الخضراء والروينه. شوفوا الدول اللي كتفكر في الشعب ديالها. ماشي عندنا عصابه وجاي يتكلم مازال قال لك حنا دوله. يا قداش من دوله عندك، من دوله عندك يا صاحبي. مرحبا الاخت فاتي، ماشي هي واقيلا هذه، ماشي هي. انا السلام عليكم. مرحبا اختي فادي فلو، مرحبا. بارك الله فيك. انا غير بدلت، لان ديك النهار شي واحد سولني خريطه فلسطين ما بايناش، جيت انا خديتها بديك المعلومات اللي بدلتها، المهم باش الواحد يعرف.
واخا ولدي اسمح لي على هذا الديرونجمون، بارك الله فيك. مرحبا. لا 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 خصك ما كاينش ديرونجمون. مرحبا بك. بارك الله فيك. انا غير حيت انا كبار منك في السن وكبار من هاد الناس اللي معاك وقاد كاين شي وحدين قادين، انا غير بغيت نقول لك راه حنا من نهار اللي عقلنا على راسنا في المغرب وحنا كنكتشفوا البترول، فهمتي؟ كل مره يقولوا لنا اكتشفنا البترول، واحد الارض فيها البترول، كيفرحوا الشعب، والشعب تقريبا كيعمل بحال ديك الفرحه اللي فرح بالصحراء الدهاء وهذه وهذه، والناس مساكن كيبقاو يحلموا انهم غيوليو لاباس عليهم، بحال اللي كيعطيهم واحد يرتحوهم نفسيا ان سيغتان طون، ما عارفين داكشي ما غيطوالش. كندوزو غير شويه وديك الساعه الا مشيتي تصاغب غير شي ورقه في المقاطعه كتسمع الهضره على البترول، القهاوي كدوز بهضره على البترول، التلفزيون، الراديو، الجورنال، واخا كندوزو غير شويه وعاود كيطلقوا ديك المخابرات ديالهم وديك البرقاقه ديالهم يقولوا باللي لا الاستخراج ديالو غادي يتقام غالي، هو لقاوه صخور وباش تعرف ديك الروايات. اذا حنايا من الاحسن ننظموا كاس العالم للكذب، كاس العالم للكذب. بالنسبه ولدي للخيمه اللي قلتي، السيد مسكين الله يرحمه اللي مات في الخيمه، ويا ريت كون غير خلاوه مات وصافي، هما جابوا خاه كيقول لا ما ماتش في الخيمه، مات في الكونتينر، بحال الا الكونتينر مزيان، واش فهمتي؟ بحال الا صحيح. سمعت الاخ ديالو، سمعتو ملي كيهضر كيتكلم على هذه. شوف حنا ولدي مغاربه وكنعرفوا السينما وكنعرفوا السياسه وكنعرفوا الالاعب ديال النظام وكنعرفوه مسكين، مشاو جابوه وقالوا له قول، وحطوا له واحد جوج كاشات المنطات جداد، ما باقيين جدادين، ايوا مساكن. هي حتى باش تقول في الكونتينر راها عيب وحشومه، ما بقاتش هما كيتفخموا بها واخا. بالنسبه ولدي الدكاتره الكبار هادو اللي دوزتي دابا واللي راه حنا كنعرفوهم، هادو هما اكبر عدو للشعب، لان النظام كيذبح وهما كيصلخوا. وانا من هنايا كنطالب، ما عرفتش واش غنعيش ونشوف المغرب تحرر او لا نموت، الا موت سبحان الله، هادو كنطالب اكبر عقاب ليهم، اكبر عقاب. وقبيله قلت لك ولدي خصنا ننظموا كاس العالم للكذب، خصنا نزيدوا حتى كاس العالم للتزوير، لان في الصباح وغادي غنخليها سسبنس. في الصباح كنت كنسمع السي الرادي راه كيهضرنا على واحد شي مغربي وزور الترجمه فهمتي من الفرنسيه ولا من الانجليش العربيه، راه زوار. سيروا اخوتي شوفوا اللايف ديال السي الرادي كيحطوا في يوتيوب، انا جي شيرشي دابا راه مازال ما نزلوش، سيروا شوفوه باش تعرفوا الفوضى اللي حيت هادو مسانسين بالفوضى في قلب المغرب. بحال دابا باش يكذب على الشعب، زور الترجمه بالعربيه باش الناس يقراو ويرتاحوا. اذا في قلب المغرب وشوف هذه عابره للقارات، هاد التزوير هما ولاو هايجين. اذا كنصح هاد الناس هادو وكثر من هذا يا ولدي. دابا عاد كنت في اللايف ديال سي بوعلمه كيهضر على هاد الشيء، باقيين كيطلعوا المغاربه يتصنطحوا، كيقولوا ورينا تعرف ديك هادي. انا بغيت ولدي نعرف فوقاش هاد المغاربه غيحشموا، فوقاش غادي يحشموا. وسيروا اخوتي اللايف السر رادي راه غادي يحطوا في يوتيوب وشوفوا، عطيت غوبوزي غير بشويه وشوف وحاول تفهم وحاول تشوف. ومني تشوف كنطلب من الناس اللي هما ما هماش مغاربه، قولوا هاد الناس هادو اش كيعملوا في المغاربه في قلب المغرب. شتي الفوضى العظمى. واخا ولدي تحياتي وكنشكرك والله يعاونكم. تحياتي لك الاخت كاملين على واخا ولدي غير حتى انا ما كنطلعش في الليل. حقيقتي ديما كيسال واحد السؤال باش هي امبراطوريه، انا ما يمكنليش نطلق حلقي، غير بغيت نعطي الجواب من خلال المنصه ديالك. انا كنسول اذا كانت امبراطوريه واش كتجيب الحمايه واش فهمتي كيفاش هاد الامبراطوريه جابت الحمايه؟ والاسئله بحال هادو عندي بزاف. المهم كل مره نقول واحد. واخا ولدي نخليكم زعما وليد حنا ضحكه دابا، انا نتمنى ما يكونوا شي جزائريين كيشوفوا فيا دابا باش شتي على تبهديله. واخا ولدي الله يرضي عليك والله يعاونك. وكنطلب من خوتي الجزائريين والصحراويين والموريتانيين التوانسه يدعيو معنا وصافي، ما بقى غير دعوات. الله يعاونك يا ولدي، الله يعاونك، ربي يعاودك. مصيبه يا ولدي هبطني، بارك الله فيك. حقيقه تيفي الاخت راه جاوبتك، الاخت راه جاوبك على السؤال، جاوبتك. واخا انها جاوبتك سؤال بسؤال، راه خصك تجاوب نتا على السؤال ديالها هي الاولى. ملي غتجاوب على السؤال ديالها غتلقى حل الجواب ديالك. واش كاين شي امبراطوريه كتجيب الحمايه؟ وهذه حقيقه. راه شوفوا راه كيستخفوا بالعقول ديال المغاربه، ولكن المغربي ما بغاش اصاحبي يعقل. لا صاحبي راه كل مره كيجيبوا ليه كذبه، كل مره كيجيبوا للمغربي كذبه كيحطوها ليه، والمغربي عنده داك الراس ديالو كيستقبل كلشي.
عنده راسو كيستقبل اي حاجه كيف ما كانت. قالوا لي الملك محمد الخامس بان في القمر، بان في القمر. قالوا لي محمد الخامس تفل في لي زروال والطياره مشات، قال لك تفال في لي زروال. قالوا لي محمد الخامس مشى للغابه وجا السبع حتى لحداه وما كلاش وكلا العساس الفرنسي. شوفوا العقليه ديال المغربي كيفاش دايره. تصور معايا السبع جا وما قصاش وقص الحارس الفرنسي يا صاحبي. واخا يكون سيدك صاحبي، واخا يكون سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله العظيم على هذه الكلمه، واستغفر الله العظيم على هذه الكلمه هذه. واش صاحبي كتستخفوا بالعقول ديال المغاربه صاحبي؟ قال لهم محمد السادس 2016 ما يبقاش الفقر في 2020. اي كذبه كيجيبها الملك محمد السادس كيحطها لهم كيقبلوها، اي حاجه كتجيبها المخابرات المغربيه كيحطوها لهم. قال لهم حنا كان عندنا امبراطوريه ديال 12 قرن، اش من 12 قرن تخرجها مع فرنسا الاخرى بوخريه، وانت فرنسا هي اللي خرجتها من بعد من فرنسا صح. فين كانوا عندك شي ملكيه بعدا، فين كان عندك شي علويين، عشان العلاقات العلويين بالمغرب صح. واحد جاي من الجزيره العربيه ولا واحد منين جاي قال لك ابن عمي جاي يحكم فيك، وملي تهضر معاه تناقش معاه يقول الصحراء امازيغيه والامازيغ وكيولي استاذ في الامازيغيه. تقول لي جيب لي دليل ان الصحراء امازيغ ما عندوش، وتقول لي سيدك حاكمك امازيغ ولا سيدي راجل. راه ما عندكمش اصاحبي، راه خاص تكون فيكم الشجاعه وتكون فيكم الرجوله، تكون واحد انسان قوي يا صاحبي باش تتكلم. الا بغيت تدافع على الامازيغيه تكون على قد الامازيغيه ديالك، تكون على قدها. الوحيدين اللي اعترف فيهم انهم امازيغ حقا هما روافه، لانه كيخرج حتى الريفي انه يقول لك الصحراوي امازيغي غتناقش مع هذه القضيه، ولكن ما تلقاش شي ريفي اللي يقدر يدخل معاك في هذه القضيه ديال الصحراء امازيغيه. عمرني ما لقيت شي ريفي قدر انه جا عندي وقعد كيقول لي الصحراء امازيغيه ديك العقليه. الروافه الوحيدين اللي يقدروا انه يقولوا هذا الكلام وما كيقولوش، لانه كيعرفوا هما راسهم ما بقاوش دوك الهويه ديالهم سلبها لهم النظام الملكي العلوي العروبي اللي جا من الجزيره العربيه. اما الصحراوه انا ما عنديش معاهم مشكله صاحبي، انا حررت راسي يا صاحبي، ما حررتش انا راسي، ما حررتوش. بغيت نحرر انا الصحراء ونقول لهم انتم امازيغ خليهم في العبوديه، داخلين معايا في العبوديه صاحبي. يستعبدهم النظام الملكي، يستعبدني النظام الملكي ويستعبد حتى الصحراوه معايا. اش هاد الفكر هذا؟ اش هاد الفكره؟ اش هاد العقليه؟ انا استعبدني النظام الملكي، انا كامازيغي سوسي، كامازيغي من اطلس، كامازيغي من الحوز، هادو كلهم امازيغ. السياسيين السلام عليكم. مرحبا خويا سعيد. ضربنا البركه. راني طلعت نصح لك واحد المصطلح، انت والاخت راكم فاهمين المصطلح غلط وكتخدمين كتكذبوا على المغاربه هنا. راه دابا نتوما فاهمين المصطلح غلط وما قريتوش بزاف. اعتذر، سمح لي يا سياسي. زيد السي سعيد زيد. سميتها البراويطيه المغربيه، ماشي الامبراطوريه. مبروطه، هي جات على وزن البوريطه، برويطه. لا، على وزن برويطه، عندنا البراويط بزاف. فكانوا يسميوها البراويطيه المغربيه، وانتم جيتوا كتقولوا الامبراطوريه. البراويطيه سي محمد، الشعب كله ديال مو كالبرويطه، كتسمع الصداع ديالو على 300 متر باش كتجي كتلقاها زياجوره وحده في برويطه وغي غي 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 هي راه برويطه بصح اصاحبي، الضرب كثير وداكشي الفعل ما كاين والو. سيد جاي مور الدار كتسمع الغوات ديال البرويطه تقول هذا شي قنطار د السيما، نص خنشه ديال السيما مقطعه وجوج ياجورات والصداع. المهم اخويا اش نقول لك، تحيه المملكه البراويطيه، انتم اللي فاهمين غالطين. اخويا ياسين ربي مرة قرا التاريخ مزيان. ما شفتوش هذا خويا سعيد، ما شفتوش. وشوف حتى التاريخ ديالنا مكتوب بالطاد ماشي بالتاء. بالطاء على وزن برويطه. تاريخ راه هما كيطلعوا كيقولوا التاريخ سعيد، والله العظيم كيقولوا التاريخ ما كيقولوش التاريخ. والجزائر والجزائر اي حاجه فيها الطاء. امي كرشي عاوتاني، اعوذ بالله من الشيطان. الله ينعم الشيطان سبع هذا. اخويا ياسين تهلا في راسك، خليوني بعيد على المشاكل ديالكم. سير ود خويا سعيد، ربي يحفظك اخويا سعيد.
تحياتي صافي، عقل على هذه ديال البراويطي. الله صافي يرحمه. اخويا سعيد يقول سلام بسلام. سلام ولد اخويا سعيد. هما دائما راه بصح صاحبي، راه دائما الحروف عندهم الامبراطوريه، راه هي برويطه اللي سميتها، هي البرويطه كيف ما قال الاخ سعيد. كتجي تسمع الصداع كثير، كتقول الله اعلم شي جاي، واقيلا شي حاجه جايب، واقيلا جايب شي حاجه. مني كتجي ما تلقى والو. البراويطيه وين امبراطوريه. ويقول لك تكلم معاه يقول لك التاريخ حنا عندنا تاريخ بالطا صاحبي، التاريخ لازم يوجد تاريخ، ولا التاريخ. الجزائر واش عمركم سمعتوا شي مغربي عياشي طلع وقال الجزائر؟ كيقولوا الجزائر. كاع الناس صاحبي اللي كيدافعوا على النظام الملكي ولا السياسه ديال داك النظام العلوي ما عندهمش مستوى، ما كيقدروش انهم يناقشوا. البارح حضرت اللايف ديال الزناسنيه، وراه سجلته سبحان الله العظيم، تلاقيت معاه ديريكت. الا عرفتوا الزناسنيه كتفتح اللايفات، وطلع معاه واحد مغربي من وجده، وهي الزناسنيه من بركان، وطلع كيناقش معاها. والله ما سباتو، عرفتي جرب السبان، شبع السبان وصيفط ليه الكاميرا وتفتحات ليه الكاميرا، وحل ما عرف شنو غيدير، وبدا كيسب وكيعاير وكيخسر في الهضره. وصاحبي ما قديتيش صاحبي لا امراه تناقش معاها صاحبي كتطلع تسب فيها. لا سجل ديك اللقطه اخويا، انا تلاقيت مع ديك اللقطه ديريكت، تلاقيت مع داك الوجدي عرفتو غيطلع يسبها. قالت لي فتح كاميرا، قالت لي لا فتحتي كاميرا نتعرى عليك هنايا، نحيد حوايجي ونتعرى. وصيفطات ليه الكاميرا، هو كان بغى يفتح المايك وفتح الكاميرا وتفتح بان ليه وجهه، وبقى كيسب فيها ما رضاش. وسجل داك المقطع حطيته عنده في التيك توك في الفيسبوك باش نشوههم، باش تعرفوهم على انه حتى الناس اللي كيدافعوا على النظام الملكي ما عندهمش مستوى صاحبي، ما عندهمش اخلاق صاحبي. ودابا المشكل الا شفتيهم على مستوى الفيسبوك دوك التعاليق ديالهم، مستوى اليوتيوب شوف دوك التعاليق ديالهم، تقول على انهم ناس عامرين، كتلقاهم كيناقشوا معاك وانا وكذا، ولكن ملي كيجي عندك الفيسبوك ما يقدرش يناقش صاحبي. نطلعوا شويه دكاتره. ياسين شكرا على الاستضافه. مرحبا خويا. ممكن نبدا في واحد المداخله ديالي هكا؟ مغربي ولا اعوذ بالله ان اكون من الظالمين او لطيف. انا يا ريف يا اخي ما تسبنيش، الله يرضي عليا وعليك. زيد اخويا الريفي، اسمح لي اخويا الريفي، الله يزيد لك في الخير. اسمح اخويا اسمح لي. كاين مشكل، مسامح كريم اخي با ياسين. المهم التعليقات اللي كنت كنسمع عند الاخوان حتى عليك انت يا سمعت مزيان، يعني ما يتعلق بالامبراطوريه نتاع 12 قرن. الغريب والعجيب في الامر ان امبراطوريه بدون امبراطور، الا ربما يكون تماك الامبراطور الشريف اليوطي، يمكن ماشي امبراطور اخر. حنايا كنعرفوا هاد السلاطين الصناعه نتاع فرنسا. المهم وسمعتي سعيد شنو قال الاخ كريم ولا سمعتيش؟ امبراطوريه مبروطه، قال لك البراويتيه سمعتوا على وزن برويطه. نعم سمعتوا هذيك الامبراطوريه المبروطه ولا المهم حدث ولا حرج. نرجعوا عند كسميتو هذه الامبراطوريه التي يعني شنو نقولوا عليها، ما بني على باطل فهو باطل. مثلا وقتاش ظهرت هذه الامبراطوريه، شكون الامبراطور تاعها ولا الاباطره نتاعها؟ انا ما جبرت الا الامبراطور اليوطي الشريف، هذه واحد. ثم الذي بني على باطل فهو باطل، يعني كيفاش تأسست هذه الامبراطوريه او البرويطيه وقتاش تأسست؟ يعني تأسست 56 على يد فرنسا، من قبل كانوا كيبنيو فيها باش يوجدوها اليوم، والدلائل موجوده ولا الادله موجوده، الحمايه واكس ليبان، يعني كتوضح لنا بان هذه المبروطه او قاس عليها التسميه باش نعاود لها. عارفين ماشي مشكل اخويا الريفي، غازي انت راك ريفي اخويا ماشي مغربي ازين. ايوز ثومتين ويوز على داك الشيء كان نعسروا هذه العربيه، واخا عندنا موقف مع العرب ولكن لا يهم. كيفاش غادي نتكلموا على واحد الامبراطوريه الاقتصاد ديالها منهار، الحاله الاجتماعيه يعني مخربه، دلائل كثيره. نعطيوك امثله كسميتو ويلفا في اسبانيا، ام شانطاو، نزيدوا عليها ابو منطاو، والمسلسلات والسكيتشات. هذا من ناحيه نتاع الاجتماع. نزيدوا عاود ثاني عليها الهجره، ولات الهجره ولا الهروب ولا اللجوء،
يعني مساله كمشروع عند الشباب، خاصه الشباب الريفي اللي هجروا منه ما يقارب 3 الملايين. هاد الامبراطوريه اللي كيهربوا منها مواليها يعني تماك بزاف تاع علامات الاستفهام. ولذا بغيت نقول للاخوان يعني الله تعالى كيعذب واحد الانسان اللي عطاه واحد النعمه هي العقل او الدماغ. عند الحوليه، عند كل شيء، الفيل، كل شيء عندهم البقر، كل شيء عندهم الدماغ، ولكن ديك النعمه تاع العقل اللي عطى الانسان الا ما خدمهاش بنادم كيقول له الله تعالى ويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. يجيب رويطه ولا ميميستا ولا هذاك الذباب الالكتروني ولا العبيد المتطوعين يشكروا ولا يديروا المكياج الغلا يزينوا لنا هاد الامبراطوريه. نقول لهم بان الحجه ديالكم ضعيفه. واللي كيقولوا مثلا بحال اللي قلتوا على التاريخ، هاد المؤرخين ولا التاريخ كيتكلموا عليه بواحد يعني حتى السميه تاع التاريخ يعني شوهوها. وما بالك بالتاريخ او التاريخ نتاع هاد البلاد مملكه اليوطي الشريفه. نزيد عليها مثلا كي كيكون عندنا مشكل في الريف نتاع الاحتلال من 56 بعد اتفاقيه تاع مدريد، الله اعلم شنو داروا فيها ولا كتبوا فيها، كنجبروهم يهربوا عند الجزائر، واحد جوج جزائر كابرانات، وهما كينساو بان عندهم داك القائد الاعلى للقوات المسلحه ديالهم. خويا سعيد راه الاخ ريفي راه ماشي مغربي، داكشي علاش كيغلط، ما كيقدرش انه يقول براويتيه، راه ما يقدرش عليها لانه ريفي هو ماشي مغربي. اخويا سعيد كمل خويا الريفي كمل. ويشرفني ان اكون ريفيا، يعني لا كيفاش كيقول الشرف لا ادعيه وتهمه لا ادفعها. يعني الريفي باش نعطي لهذا الاخ سعيد واحد نبدا على الريف، من اطيب خلق الله. قراو التاريخ على الروافه في القتال ديالهم، في العناد ديالهم، في الكرم ديالهم. يعني اخر قلاع الشرف ريفي يا خويا ثومت انت سعيد راه ريفي. متشرفين عام سيدي. حنايا عندنا واحد قلعه من قلاع الشرف والكرامه اللي بقات عاد في ديك مملكه او الامبراطوريه نتاع اليوطي. يعني كيحاربونا في كل شيء، في الرزق، في الكرامه، في الاخلاق، صبوا علينا المخدرات، الحباسات، التهجير. يعني هذا الشيء اللي نقول. ولذا ما يشرفنيش نكون مغربي واعتز بريفيتي، وكل من يحمل الفكر الريفي ايا كان. يعني الاحرى نحن كي كنتكلموا على مملكه مراكش ما كنجمعوش كل شيء غلط الا درنا هكاك، وانما كنخصوا الكلام ديالنا للعبيد المتطوعين والعبيد بالاثمنه اللي كيخلصوهم. وتماك بزاف ما يتقال، وكنشكرك بزاف اخي على الاستضافه، عطيتي لي الفرصه باش نعبر حتى انايا ولا نقول الراي ديالي في البرويطه نتاع 12 قرن صاحبه الامبراطور اليوطي الشريف. وتحياتي حفظك خويا الريفي، شكرا لك، تحياتي لك على الكلمه ديالك، تحياتي لك. الاخ ريفي وكاين اخوه روافر باش نكونوا واضحين، كاين روافر ما كيتكلموش عربيه، كاين روافر ما كيتكلموش عربيه. وحتى كاين واحد كان كيطلع عندي دائما اللغه ديالو كنحس بانه ما عندوش علاقه بالعربيه، باش تعرف بانه روافر متشبتين بالهويه ديالهم وباللغه ديالهم ولا باللهجه ديالهم. ناس في دارهم في الشارع كيتكلموا بنفس اللغه، حتى الناس اللي قراو في المدرسه كتلقاهم بان اللغه ديالهم لاكسون ديالهم ما عنده علاقه بالعربيه، ما ينطقش ليه الكلمات بالعربيه. وهذه في حد ذاتها هو راه امتياز عندهم، ما شاء الله عليهم، امتياز عندهم. حنا في سوس لا، في سوس حنا امازيغ، ولكن ملي تهضر بالعربيه تهضرها مسرحه. يعني في الأطلس كذلك، في كاع ولكن الريف بشكل آخر. لا خويا العزيز نكملوا في الموضوع ديالنا. عندنا مجموعة ديال الفيديوهات غنشوفوهم من الزريبة ديال محمد السادس. غادي نشوفوا واحد مغربي فار من الزريبة ديال محمد السادس. راه حتى تهرب تهرب من بلادك وتهرب لأوروبا، هادشي اللي غيوقع لك. شوف الإخوان، هذا هارب من بلاده. شوف جيتو في الوقيته انني باش كندير الفطور ديالي، باش كنفطر الدار ديالي هي هادي خويا. هنا كنعيش، نتمنى حتى شي مغربي ما يطيح في هذه الحاله اللي يعني فيها نكون اخر واحد من الجاليه المغربيه باوروبا اللي يتعرض لهذا الشيء. 2013 جات المغرب، درت فيها واحد المشروع. هذا مغربي نتاع تربيه الدواجن، كنلقاسي امام العداله المغربيه، الشرطه القضائيه لا بي جي.
2021 وهو معتصم هنايا ما كاين درك لا. تصور معايا بنادم هرب من بلاده ومشى لبلاد اوروبا، مشى للغرب، جا لاسبانيا مسكين، جاب دار المشروع ديالو في المغرب، لقى راسو قدام العداله، رجع لاسبانيا واعتصم قدام القنصليه المغربيه، وما قدراتش الدوله المغربيه انها تفتح تحقيق. ما بغاو يغرقوا. دائما كنقول لكم انه اللي عنده شي فليسات ما يستثمروش في المغرب. وياك ثم وياك انك تستثمر في المغرب. وعند تجربه، راه ماشي انا كنتكلم عن فراغ، راه عندي واحد التجربه كبيره في هاد الناس، بعد مع هاد الناس اللي كيجيو من برا وكيديروا مشاريع ديالهم في المغرب. انا كان شحال من واحد كيجي كيتشاور معايا ملي كنت في المغرب، كيقول لي واش ندير مشروع، وشحال من واحد عرفت الحاله ديالو عن قرب. وهذه حاله من الحالات، ما كنعرفوش، ولكن حاله من الحالات. كتجي المغرب، كتجيب رزقك المغرب، كتبغي تستثمروا يديوه ليك وما يخلوكش، لانه في المغرب كاينه لوبي كتحكم في ديك البلاد، كاينه لوبي كيتحكم في ديك البلاد، بحال اللوبي ديال الصوصيين. كاينه عندنا لوبي في المغرب تابعه للقصر الملكي. لا يمكن انك تنافس التجار الكبار، واخا تجيب 200 مليار ما غتدخلش للمغرب. خاصك تكون سعودي، تكون اماراتي، لان المغرب حنا عندنا واحد العقده ديال الاجانب. النظام الملكي عنده عقده اجانب. كنتي سعودي، كنتي اماراتي، كنتي كويتي، كنتي قطري، يعطوك الارض مجانا في الصحراء، في المغرب، في الريف، في اي بلاصه يعطوك الارض ودير المشروع ديالك، والارباح تاع الضريبه ما تخلصهاش. ولكن كنتي مغربي وخرجتي من المغرب كحراك ومشيتي لاوروبا وجبتي معاك الفلوس للمغرب وبغيتي دير المشروع ديالك، ما يخليوكش. شوف رجلنا حتى حاجه ما عرفناش واش راه واقع. كنضحك انا اللي الاملاك ديالي محجوزه. كيف ما كان الحال كيبقى بالنسبه لينا حنا وصمه عار على انه قدام القنصليه اللي جردتني حتى من الحريه ديالي انني ننزل نشوف الام ديالي او لا نسترجع الاملاك ديالي. والدوله المغربيه ما رحماتوش. ها هو راه مغطي بالعالم ديال اليوطي، مغطي به. والدوله اليوطيه او الدوله العلويه المجرمه ما رحماتوش. مع العلم انه في اسبانيا ما قدروش القنصليه دير ليه شي حاجه قدام اسبانيا. في اسبانيا لو انه كان في المغرب كنت تيراو فيه بالرصاص، كنت تعرض للاهانه، كون جاو ليه في نصاصات الليل، كون مشاو ليه لباه ومشاو ليه لمو في الدار ديالو فرقوا عليهم الدار. اسمع، هذا هو الطلب الوحيد. انا ما فهمتش الاخوان. واحد الانسان كيجي لاوروبا وكيعيش النعيم وكيبقى القلب ديالو متعلق بالمغرب. انا كنتعجب بواحد البشر اللي كيجي لعندي وكيقول لي وراه توحش المغرب وغتوحش. شنو توحش اصاحبي؟ انا باقي لحد الساعه ما عرفتش شنو هي الحاجه اللي غادي نتوحشها. قسما لكم برب العزه الى انني اعيش ازهى الفترات ديالي في الحياه هي هذه اللي كنعيشها في فرنسا. على الرغم من انني في المغرب انا كنت خدام مزيان، ولكن كنعيش ازهى الفترات في الحياه ديالي، احسن فترات في الحياه ديالي كنعيش فيها دابا حنا في اوروبا. كيقول لك بنادم غادي توحش المغرب وتوحش الارض. ما عرفت اشنو غتوحش اصاحبي، اشنو غنتوحش اصاحبي. انا خدمت من شهور 9 شهور عام وتمشي تشد الشهر ديال الكونجي وتهز الطوموبيله احسن سياره تشريها وتركب فيها وتهز وليداتك وتضرب من دوله لدوله. سير ها انت من فرنسا المانيا وسير وانت غادي كرواتيا وسير دول البلقان وسير حتى لتركيا، دور العالم كامل بالسياره ديالك ورجع. ما كاينش يقول لك شحال في الساعه ولا فين غادي ولا مالك ولا علاش هضرتي ولا علاش تكلمتي، الا في الزريبه. واحد قال لك غتوحش المغرب والحرقه دايره 25 مليون حتى 30 مليون في المغرب، بلاد راه مخربق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليك خويا، مرحبا بك. مرحبا ببرنامج مغربي في الغربه، ومرحبا بكم عند الجاليه في مرسيا. بوطهيري محمد مغربي من مواليد 1970، الجهه الشرقيه بالضبط من مدينه جراده جامعه العوينات. دابا كنتواجدوا امام القنصليه المغربيه، القنصليه العامه للمملكه المغربيه الشريفه بمرسيا. راه باقي كيقول لي المملكه المغربيه لو انه عندها الشرف، هذه المملكه المغربيه الشريفه لو عندها الشرف غتحقق لك المطالب ديالك اللي هي العداله. مع العلم ان العداله شيء والمسؤولين شيء اخر، لانه نورمالمون خاص العداله تكون مستقله كيف ما راها في اوروبا. هو راه عايش في اسبانيا بحال هاد العبيد اللي كيجيو لاسبانيا هما اللي خارجين عندنا، اسبانيا وايطاليا. هاد جوج دول في العالم في اوروبا هما اللي فيهم العبيد المغاربه بزاف بكثره.
ها هو دابا جاي عايش في اسبانيا وكيعرف بانه استقلاليه ديال القضاء، كاينه استقلاليه القضاء في اسبانيا، كاين انه يقدر انه يحاكم رئيس الحكومه الاسبانيه في اي قضيه كيف ما كانت ولو انه هو اترونجي. شوف كاي بينتور اوريليو بيريس بوينتي دو سيدو. قبل ما نعطيكم حتى شي توضيحات، مرحبا بكم في داري، تفطروا معايا ان شاء الله. جيتوا في الوقيته انني باش كندير الفطور ديالي باش كنفطر. دابا تصور معايا انك في المغرب تعتصم في السياره ديالك من 2021 حتى 2025. ما يمكنش لان خصك ما تاكل. هنا في اسبانيا لا، في اسبانيا راه داير اعتصام من 2021 حتى 2025. كيجيو ليه جمعيات، يجيبوا ليه ما ياكل، يوقفوا معاه جمعيات حقوقيه، يعطوه ياكل، يعطوه يشرب. عرفت شحال درت اعتصام انا في المغرب؟ تقريبا في الحياه ديالي درت شي 5 اعتصامات. واحده قدام العماله ديال مدينه تيزنيت، وحده قدام العماله ديال مدينه الناظور، وحده قدام البلديه ديال مدينه تيزنيت فين مازال، وحده قدام واحد المقاطعه. المهم هكا في الناظور، في تيزنيت، في الناظور، في تيزنيت. ما عمر شي نهار فت فيها 3 شهور وصرف فيها اموال طائله خسرتها تما في ذوك الاعتصامات، وما ربحت موراها والو، ولا نتيجه جدا مورا داكشي. شوف مرحبا بكم. هذه دارك انا شوف المهم حنا بغينا نوصلوا لكم على انك تكون مغربي في اوروبا ريح البدا.